سعاده الريس اخبارك ايه؟ حبيبي الحمد لله. احد الملاك معانا في المشروع 642 باني وساكن على دماغ الارض، قاعد على دماغ ارضه، بهايمه في قلب ارضه، غيطه ورا بيته، بيتك في غيطك زي ما احنا بنقول. ده محتوى وكيان مش اسم فقط. اخبارك ايه؟ زرع برسيم؟ الحمد لله. زرع ايه تاني؟ زارعين برسيم ودراويه ونخل وسمكه وان شاء الله بنجهز الغله والبرسيم تاني. ما شاء الله. بنيت بيتك على دماغ الارض؟ ايوه الحمد لله. مبسوط يعني بالقعده هنا؟ الحمد لله تمام. اخبارك ايه؟ الدوله بعتها لكم عشان تقننوا صح؟ ايوه صح كده؟ صح. مبسوط من العمل ده ولا لا؟ والله الحمد لله ربنا يقدرنا بس وندفع على الارض وتبقى ارضنا ملكنا ومحدش يقول لنا تدي الثلاثه كام، وفي نفس الوقت نستنفع بخير ارضنا وخير ارضنا هيعود على خير بلدنا كلها ان شاء الله. خير ارضنا هيعود على خير بلدنا، كلمه جميله جدا خدناها منه. لما بنتلقى يعني الكلام من افواه القائمين على دماغ الارض بتبقى حاجه جميله جدا. التقرير وصل هنا. شكر وتقدير للسيد اللواء الدكتور محافظ الوادي الجديد محمد بن سلمان الزملوط. قدمنا المذكره من سنتين اتنين واتاخد بيها من سنتين اتنين، بس الناس طبعا على ما تبدا تفوق وتروق وتبدا تاخد وتوعي وتتوعى وتعي للقوانين بيبقى فات شويه كده. ربنا يبارك فيكم جميعا. ما تنسوش صاحب الحشاشه معانا اهوت. اي حد عايز يخش برسيم في تراويح في سهل بركه في انتفاع، راجل محترم راجل مؤدب نحسبه على خير. بالنسبه لكلام حضرتك برضه اخونا محمد تمام، مش ان هو مثلا معاه الجرده بس، لا معاه كذا معده تمام، وغير كده وكده راجل امين. بتقول له انا عايز احش ارضي بس، هو بيروح يحشها لك وما يرضي الله وما يسيبش حاجه في الارض، يحشها لك وينضفها لك تمام. فضل لحضرتك قبل ما انا انزل الارض بقول لحضرتك ان لو الحش ما عجبكش ما تسيبنيش. ده حاجه حلوه. انا بقول لصاحب الارض ان انا اول ما بنزل الارض بقول له لو الحش ما دخلش دماغك مظبوط ما تسيبنيش. ونشجع الناس برضو ان هي تيجي هنا وكل الخدمات متاحه. ومعانا الشيخ اسامه برضو، وهو راجل كريم وراجل فضيل ما شاء الله، بيفيدنا بخبراته في المكان هنا. المستثمرين اللي هم الناس اللي لسه جايين جداد، انا اول مره اجي هنا وعشت هنا واتبسطنا من العيشه هنا الحمد لله. يعني كل حاجه متوفره، يكفي في البلد في شويه هواء نضاف، في شويه هدوء اللي احنا بنشوفهم هنا شويه الهدوء الجمال، شويه الهواء النضاف. لو معلش في الكلمه، لو مفيش في جيبك فلوس تجيب اكل لعيالك، بتنزل ارضك تجيب اللي انت عايزه تاكل بيه الاسره تمام، وبتبقى الحياه سعيده والناس هنا كويسه، والناس هنا بتخاف على بعضها كمان تمام. واي حد بيجي جديد بنقف معاه، انا كهربائي اخويا نجار، اي حد بيعوز اي حاجه بنقوم معاه بالواجب لحد ما يقعد ويسكن ويقوم يشوف حياته ويتكون مستقبله هنا ان شاء الله. ونشجع الشباب برضه اللي مننا ان هم يشجعوا اهاليهم على خطوه زي كده ويجي يعيشوا معانا هنا. كل الشباب بيبقى دور فعال جدا في بناء المجتمع. كلمه حلوه جميله ان احنا بنساعد بعض وان احنا بنقيم مع بعض مجتمع عمراني. هات بقى المجتمع كده، هات اقف على السكه، لا على السكه وقرب البيوت ومعانا. خد الفيديو على كده بالحشيش.